السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بألف خير. دلوقتي موسم القرنبيط اللذيذ، وهو من الأكلات اللي بتتعمل بطرق كتير جدا. فمن وقت للتاني كده هننزل له وصفة جديدة، وهنبدأها النهاردة مع القرنبيط باللحمة المفرومة. هيبقى عندنا هنا جزئين من القرنبيط، جزء هنشيله في الفريزر والجزء التاني هنعمل بيه وصفة النهاردة. اللي هنشيله في الفريزر هنقطعه قطع كبيرة شوية، وبعدين نشيل كمان الجزء اللي هو بيبقى القشرة البيضاء اللي بتبقى على الساق دي، ونروح نجيب مية مغلية نحط فيها معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة ملح، وكمان مكعب شوربة خضار مش لحمة ولا فراخ، وكمان ربع كوباية من الحليب. فحد يقول لي طب الحليب لازمته ايه هنا؟ هقول لك علشان يحافظ على لون القرنبيط الابيض الجميل ده، وكمان يقلل قوي من الريحة بتاعة القرنبيط اللي بتطلع منه اثناء السليق. هنسيبه في الميه بالظبط 3 دقايق مش اكتر، وننزله على ميه بارده فيها مكعبات تلج علشان نوقف عمليه التسويه. وما تزوديش عن 3 دقايق علشان احنا لسه هنشيله في الفريزر، فالتجميد بيهري الخضروات عموما. فاحنا عايزين نتفادى النقطه دي بان احنا يا دوبك نشممه بس الميه المغليه لمده 3 دقايق لا اكثر ولا اقل. هنحطه بقى في الميه البارده كده لغايه ما يهدى خالص، وبعدين نصفيه لغايه ما يبقى معانا بالشكل الجميل ده، ما فيهوش ولا نقطه ميه، وكمان متماسك ومش طري ولا اي حاجه خالص. والقطع الكبيره دي كانت لسببين: اولا عشان تتحمل الميه المغليه، ثانيا عشان لما نشيلها في الفريزر برضو تتحمل التجميد، ولما تيجي تطلعها من الفريزر وتستخدميها تقدري بقى تقطعيها القطع زي ما انت عايزه، تصغريها عن كده او تسيبيها زي ما هي. تمام جدا. هنجيب بقى كيس تلاجة ونبدا نرص فيها قطع القرنبيط، مش هنحطه على بعضه، هنرصها مفرده جنب بعضها كده ومتساويه، وبعدين نطلع الهواء من الكيس ونقفله كويس جدا ونشيله في الفريزر لحين وقت استخدامه. يلا بقى نروح على وصفة النهاردة. دول 200 جرام لحمة مفرومة. أنا دايما بفرم اللحمة وأعملها كده يعني شويات كده وأحطها في أكياس لحين استخدامها برضو. فدي لحمة مفرومة 200 جرام. هتحطي عليهم، هتفكيها بكوباية من الشوربة، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة زي ما انت شايفة. تبقى المهم عندي فيها صوص كده وشوربة علشان لسه هسقط فيها القرنبيط، ياخد له غلوتين 3 قبل ما ادخله الفرن. وطبعا تقدري تعصجي اللحمه لو هي نيه عندك بالبصل والثوم وصلصه الطماطم والجزر المبشور، وهنبقى نعملها مع بعض ونفرزنها سوا. طبعا القرنبيط اللي هنعمله النهارده بقى اللي هو هيتعمل في نفس اليوم بيقعد في الميه حوالي 6 دقائق، وهيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. الاكله دي بيبقى القرنبيط فيها عباره عن شجيرات صغيره كده، عايزه تكسريها عن كده كمان شويه مفيش مشكله. وهنقلبه كويس جدا في الصلصه ونسيبه كده يغلي له غلوتين 3 علشان ياخد من الصوص ده وياخد من طعم اللحمه. وهننزل عليهم بربطه كزبره متقطعه كده او مفرومه ناعم زي ما انت عايزه. وبعدين نجيب قالب الفرن بقى، نحط فيه معلقه سمنه بلدي حلوه كده، وننزل عليه بالقرنبيط ابو لحمه مفرومه وكزبره خضراء، ونظبط كده القالب بتاع الفرن ونغطيه الاول بورقه زبده وبعدين ورقه فويل، وندخله الفرن على درجه حراره 180 درجه على الرف اللي تحت ربع ساعة. بعد كده نشيل الغطا ونحطه تحت الشواية يتشمع ويتقرمش من فوق كده، وهيبقى فيه من تحت صوص خفيف كده علشان لو اتاكل معاه رز ولا حاجة يبقى ايه يعني جوسي كده، ما هوش ناشف زي اللي بنبقى قالينه. وطبعا كلي احلى طبق قرنبيط صحي مغذي، قيمته الغذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت كمان مش مكلف ولا حاجة، لا في الوقت ولا في الماديات. زي ما انت شايفة جميل جدا، ريحته حلوه قوي، طعمه جميل جدا جدا، خفيف قوي قوي كمان، يعني ينفع للناس اللي بتعمل دايت لان ما فيهوش ماده دهنيه تقريبا خالص، لحاجات بسيطه قوي. وطبعا احنا عارفين برضو الماده الدهنيه بقدر معقول كمان مهمه للجسم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وسهله ولذيذه، وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله. دمتم في امان الله، مع السلامه.